انا رانيا اسماعيل، مؤسسه جراس اكس. ده الفيديو الاول من 30 فيديو بعلمك فيهم التداول من الصفر. ده سؤال على احد جروبات البورصه المصريه، ما لقيتش احسن منه بصراحه عشان اكون ببتدي بيه اول فيديو. حد بيسال هل ينفع اكون بحول $10 ل $100 من التداول؟ اولا انا بشوف دايما ان للاسف في ناس بتروح ناحيه التريدنج بالمايند سيت او بالعقليه بتاعه لعب القمار. اوكي، فهو حد متخيل ان هو هيحط $10 ويخليها $100. اوكي، اولا اصلا الرقم نفسه معناه ان الشخص نفسه ما عندوش اصل يقدر يكون بيستثمره. تمام، هي التريدنج هو احد انواع الاستثمار. تمام، فالاستثمار هو مبني على الفلوس، فما ينفعش حد مثلا يكون اوريدي حتى مثلا بيدخل في الشهر مثلا مرتبه $100، اوكي، ويروح مثلا ياخد مرتبه كله يكون بيستثمره. لا، هو المفروض الصح ان احنا اوريدي بناخد من $100 دي برسنتج نكون بنحوشها، بعد كده الرقم ده اوريدي هيبني لنا اصل مالي. الاصل المالي ده نقدر نكون بنستثمره فيما بعد، نستثمر كمان جزء منه، لكن مش حتى الفلوس اللي احنا بنعيش عليها حياتنا اليوميه تبقى هي دي حاجه اللي احنا بنتداول بيها. دي اول حاجه. تاني حاجه في نفس النقطه بتاعت العقليه، هي احنا ممكن نكون بنوصل $1000 لبليون دولار، اوكي، في 3-4 سنين. اوكي، بس الفكره مش في ان احنا هنوصل لهم في سنه، اوكي، ولا في شهر مثلا، لان ده قمار، ده مش لعب، يعني ده مش بزنس. اوكي، البزنس والكومباوند انترست هو كونسبت مبني على ان احنا لو بنعمل نفس الحاجه كونسيستنتلي، اوكي، 1% كونسيستنتلي يقدروا يخلوك تكون بتعمل $1 بليون من $1000 لو انت بتعرف تكون بتعمل 1% كونسيستنتلي. فبالتالي التارجت مش ان احنا نكون بنعمل $1,000,000 ولا $1 بليون، التارجت ان احنا نكون بنوصل نفسنا لمرحله الاستمراريه، ان احنا نكون بنعرف نعمل 1% ديلي. عندنا هنا مثلا الاصل الاستثماري مثلا $1000 ده كومباوند كالكوليتر سايت. اوكي، لو بنعمل 1% ديلي في خلال 5 سنين، ده الرقم اللي هنكون بنوصل له $77 بليون. بعد اول سنه هنكون وصلنا ل $37,000، ثاني سنه 1.4 مليون، ثالث سنه 53 مليون، بعدها 2 بليون، 77 بليون. نفس الفكره اوريدي عملناها في ترى مع الناس اللي بتتعلم معايا في رياده الاعمال هنا في بالي، لان احنا بنطبق النظام بتاع الكونسيستنسي، نظام الاستمراريه. فتوني كان عندها تارجت ان هي توصل ل $10,000، احنا وصلنا لل $10,000 بعد 6 اسابيع. اوكي، وباي ذا اند اوف 8 ويكس كانت عملت تقريبا $12,000. ما عملتهمش مره واحده، لا، كانت كل يوم بتبيع بارقام معينه. اوكي، ففي ديلي تاسكس هي اللي بتوصل في الاخر لل10 لل12 للمليون دولار حتى. وده بالظبط اللي احنا بنعمله في جراس اكس. في جراس اكس احنا اوريدي الشركه بتعمل بشكل اساسي تريدنج سولوشنز، انديكيتورز، بوتس، الكلام ده كله، ولكن الجزء الاساسي عندنا هو الجزء الخاص بالاكسلريتور، الجزء الخاص بالتعليم. والجزء الخاص بالتعليم اول نسخه من النظام الجديد هتكون بتطبق في شهر 6، نفس النظام اللي احنا بنعمله في تيرا هنا في بالي هيكون بيتعمل اوريدي، ولكن في التريدنج على مدار 3 شهور الناس هتكون بتعمل فيها تاسكس ديلي عشان يوصلوا لمرحله الكونسيستنسي ويقدروا يكونوا بروفيتبل تريدرز.